تعملوا مشروع تجديد اساس للناس وتجيبوا فلوس، او عايزين تجددوا اساس في بيتكم بنفسكم علشان مصاريف التجديد الاساس دلوقتي غليت قوي، تتعلموا في سلسله الفيديوهات دي ازاي تجددوا الاساس باستخدام التشوك بينت، البلاستيك الابيض، اللاكيه المائي، وتجددوا اساس خشبي او معدني. اشتغلوا بورق الذهب. اكتر من 8 فيديوهات اتاكدوا ان انتوا تشوفوهم كلهم قبل ما تبتدوا المشروع بتاعكم وقبل ما تجددوا الاساس في بيتكم. اسمي يسرا ممدوح، صيدلانيه شغاله في الديكوباج وتجديد الاثاث من 2018، ومؤسسه براند دكان ديكور، وقناتي ديكوباج ببلاش يسرا ممدوح. لو عجبتكم الفيديوهات ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. يلا نبدا الفيديوهات. السلام عليكم، يا هلا. تعالوا بقى نتعلم ازاي نعمل الترابيزه دي بالتشوك بينت. علشان التشوك بينت ميزته ان هو مش محتاج تأسيس خالص، فالخشب على طول لو هي خشب مش مدهون بشتغل عليه على طول باللون بتاعي، فهو مريح بصراحة، وكمان في الإنجاز. وهنا عملت بالجليز برضو، كنت نفسي قوي استخدم الجليز ده، عرفت بقى بيتعمل ازاي وهقول لكم بقى كل التفاصيل بتاعته. جميل كمان في ان هو بيدي تعتيق، والنوع اللي انا استخدمته هنا ده ملوش ريحة، فمريح جدا في الشغل. وعملت من فوق بقى ستنسل، وعملت دراي براشنج، فهنشوف بقى كل الحاجات دي بتستخدم ازاي. يلا نبدأ. دي ترابيزة انا كنت جايباها عشان اشتغل عليها ديكوباج، وبعد كده لما خلفت بقى كنت محتاجة قوي ترابيزة جنبي وانا الولاد صغيرين وكده، فاخدتها. ما عملتش، كنت عاملة عليها اي حاجة، فاتبهدلت قوي وبقى عليها بواقي كده، حاجات ناشفة وكده، فبحاول بقى انقذ ما يمكن انقاذه. بصنفر السطحة في حاجات ناشفة موجودة بشيلها كويس، وبنضف بعد كده بفوطة او بوايبس او حاجة. انا طبعا كنت بستخدم هنا المايك، بعدين اكتشفت ان هو فصل شحن فاقول لكم بقى ايه اللي انا كنت بقوله. التشوك بينت ده يا جماعه لازم ارجه الاول كويس قبل ما افتح العلبه، ومفروض ان هما كاتبين ان انا ارجه دقيقتين. انا مستخدمه هنا نوع اسمه كانتري هاوس، وفي انواع تانية كتير زي بتاع ديكوباج المهندس. في بقى انواع اجنبيه اللي هو روستوليوم وريتشي وحاجات زي كده من عند مروه عصام. انا بقى استخدمت الكانتري هاوس، ظريف. ما جربتش لسه بتاع ديكوباج المهندس، برضو ان شاء الله الناس بتشكر فيه قوي. التشوك بينت سهل خالص، تستخدمي بس فرشة، يفضل لو اللي هي المكببة دي، علشان بتاخد شوية لون حلوين معاها، ومعاكي بخاخة مية بس كده، شكرا. مش عايزة اي حاجة تانية في الدنيا، مش بتاخدي لون كتير. زي ما انتم شايفين كده، بطرف الفرشة بحط فيها، وده انا واخدة كمان من غطا العلبة يعني. هو اي نعم يعتبر نظريا غالي، بس انا استخدم عشان الترابيزة كلها استخدمت مثلا حوالي 40 جنيه، حاجة بسيطة قوي. ده كان لون اسمه فانتج بلو، وفي درجات كتير، وانت ممكن تجيبي ابيض وتعملي بعض الدرجات اللي انت عايزاه بمركزات الالوان. نخلي بالنا برضو ان احنا نقفله كويس. هو ليه بتاع كانتري هاوس، انا مش عارفة الباقي ليه ولا لا، بس ده ليه غطا بلاستيك صغنون غير الغطا اللي بنقفل بيه العلبة، علشان هو بينشف قوي، لان هو بيبقى في مواد تقيلة كده، حاجة مع شوكي بقى، حاجة عاملة زي الطباشير، فلو سبتيه هينشف ويجمد. هو كمان ميزته طبعا هو بينشف بسرعة. مش محتاجة بقى ان انا اعمل بالرولة ولا حاجة، لان هو برش المية بس بتلاقي خلاص الدنيا بقت سموز، مفيش علامات قوية وريجة قوية للفرشة، بس برضو محتاجة انها تبقى فيها تاتش يعني الخطوط كده سنة بسيطة، علشان برضو لما اجي اعمل دراي براشنج الاقي فيه خطوط اتعملت. لما بتبقى الحاجة سموز قوي وناعمة جدا جدا، لما اجي اعمل زي مثلا بتاع اللاكيه المائي بيبقى ناعم خالص، لما جيت عملت عليه دراي براشنج هتلاقيه مش حلو، مش طالعة خطوط حلوة كده، باينة انه تعتيق فعلا. بس بقعد اخد بقى حبة بسيط كده خالص وافرش ومهدي بعد كده طبقة كمان. هما بياخد طبقتين بالكتير قوي،
مش محتاجة اكتر من كده. طبعا كان ممكن لو في خروم في الترابيزة او مكان مسمار او اي حاجة محتاجة ترميم نعملها بالمعجون زي ما اتفقنا قبل كده. وهنا في شعر بيقع فبرضه لازم اشيله، اتأكد كويس بعيني ان مفيش اي وساخة او شعر. ونراعي كمان ان احنا نمشي في اتجاه واحد، ما نبقاش مثلا بنمشي من فوق لتحت وبعد كده يمين شمال، لا احنا يمين شمال مثلا على طول. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا رايحة بروح وارجع في نفس الخط، لكن ما اطلعش وانزل بقى. هنا بقى هبتدي اعمل الجناب باللون الكريم، لون بيج كده، هو قريب قوي من لون الخشب. برضو اشتغلت على طول من غير اي تأسيس، هو مريح بصراحة في الموضوع ده قوي. معايا البخاخ وافضل ارش. هي يعني ميزة الخشب اللي انا كنت شغالة عليه ان هو مش محتاج ولا صنفرة ولا معجون، ما كانش فيه حفر، كان في حاجات بسيطة خالص عملتها بصباعي كده وسبتها تنشف وعملتها بصنفرة ناعمة وابتديت اشتغل. فيديوهات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشوفوا كمان صندوق الوصف عشان فيه معلومات كتير.